انا اخر حاجه كنت اتوقعها في الفيديو ده ان اطلع بشويه بلح. طيب بصوا، هو ده تقريبا من اكتر الفيديوهات اللي كنت متحمس لها، وده لاني قررت اجرب الفطير من عند الدهان واشوف هيطلع حلو فعلا ولا هيبقى تعبان. فطلعت على اقرب فرع ليهم وطلبت كام فطيره كده وانا كلي لهفه وشوق وتوقعاتي كلها لفوق. بدات اول حاجه بفطيره السجق المستطيله، ودي سعرها 290 جنيه. بصراحه شكلها وريحتها كانوا حلوين، ده غير كمان ان السجق اللي فيها مش بطال وكواليتي الجبن كويسه. بس تحس كده ان الفطيره ناقصها حاجه، يعني السجق نفسه كان ممكن يبقى احلى من كده عشان يحلي طعم الفطيره، ده غير كمان انها محتاجه تبقى سبايسي اكتر لان العجينه نفسها مسكره. حاسس ان لو طلبت بسطرمه كنت هتبسط اكتر، بس قلت مش مشكله، والامل في فطيره اللحمه المفرومه، ودي سعرها 280 جنيه. بس لان اللحمه المفرومه اللي كانوا حاطينها تقريبا هي بتاعه المكرونه بالبشاميل، فالفطيره هنا كان طعمها قلب على رقاق كده بس طري شويه، خصوصا ان العجينه بتاعه الفطير كمان طريه وما فيهاش تقريبا اي كراست. ولقيت نفسي بعد ما جربت الفطيرتين دول بقول في سري كده، طب ما انا كان زماني ب 300 جنيه دول جايب فطيره حلوه من عند اي حد بتاع فطير معتبر، وكنت هبقى متكيف وطاير من الانبساط. بس اللي طبطبت عليا شويه في الاخر هي فطيره البلح بتاعتهم، ودي سعرها 180 جنيه، وغالبا دي الوحيده اللي ممكن اطلبها تاني من الثلاث فطاير اللي جربتهم. وده لان الفطيره فعلا طعمها حلو، والبلح والكريمه اللي جواها لايقين قوي على طعم الفطير بتاعهم، وفي نفس الوقت ما كانتش مسكره قوي. عموما برضو انا هستنى رايكم في الكومنتات لو جربتوا فطير الدهان، والاهم بقى من ده كله استنوا اليومين الجايين فيديو تاني بتاع فطير هيبقى اجمد واحلى من ده بكتير.